هذا كتاب الغيبة لشيخ طائفتهم الطوسي، الصفحة 200. يقول: وأما موت محمد في حياة أبيه فقد رواه سعد بن عبد الله الأشعري قال: حدثني أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري قال: كنت عند أبي الحسن وقت وفاة ابنه أبي جعفر، وقد كان أشار إليه ودل عليه، فإني لأفكر في نفسي وأقول: هذه قضية أبي إبراهيم وقضية إسماعيل. إسماعيل الذي قلنا هو أكبر أبناء جعفر الصادق. قال: فأقبل علي أبو الحسن فقال: نعم يا أبا هاشم، بدا لله في أبي جعفر وصير مكانه أبا محمد، كما بدا، الآن محل الشاهد، كما بدا لله في إسماعيل بعدما دل عليه أبو عبد الله ونصبه. يقول لك أنه بدا لله في إسماعيل، الله بدا له، بدا يعني غير أمره في إسماعيل بعدما دل عليه أبو عبد الله ونصبه. يعني أبو عبد الله جعفر الصادق ماذا فعل؟ كان يدل الناس على أن الإمام هو إسماعيل، ونصب إسماعيل، نصبه تنصيب يا إخوان، بعدما دل عليه أبو عبد الله ونصبه، إلى آخر الرواية. هذا جعفر الصادق يجهل الإمام، جعفر الصادق يدل الناس على شخص لم يكن إماما، جعفر الصادق نصب إسماعيل وهو لم يكن إماما. فحتى يخرجوا من القضية قالوا العيب مو على جعفر الصادق، لا، ألقوا الأمر والعياذ بالله على رب العالمين. قالوا أن الله هو الذي غير الأمر، الله هو الذي كان نصب إسماعيل، فجعفر الصادق نصب إسماعيل، لكن بعدها تغير الأمر، الله بدله فغير إسماعيل، الإمام جعفر الصادق أيضا تغير عنده الأمر. إذا كان الله يبدو له ويضع فلانا مكان فلان والإمام الفلاني مكان الإمام الفلاني، هذا ينسف قضية التنصيب، وأن الأئمة أسماؤهم معروفة معينة. في الصفحة التي بعدها صفحة 201 خلينا نشوف، راح نشوف ترقيع مقنع ولا غير مقنع. لا، الإسماعيلية لا ذنب لهم، الإسماعيلية ذنبهم على جعفر، هو الذي يتحمل الأمر، لأنه هو الذي دل الناس على إسماعيل ونصب إسماعيل. فالإسماعيلية القائلين بإمامته لا لوم ولا عتب عليهم. وراح يأتينا أن بعد موت إسماعيل وجعفر الصادق غير رأيه وخلى مكان إسماعيل موسى، الإسماعيلية ماذا كانت وجهة نظرهم؟ سيأتي معنا بعد قليل. طيب خلينا نشوف ترقيع الطوسي أيها الإخوة. طيب نعم. قال محمد بن الحسن، يعني المؤلف الطوسي: ما تضمن الخبر المتقدم من قوله بدا لله في محمد كما بدا له في إسماعيل، معناه ظهر من الله وأمره في أخيه الحسن ما أزال الريب والشك في إمامته. فإن جماعة من الشيعة كانوا يظنون أن الأمر في محمد من حيث كان الأكبر، كما كان يظن جماعة أن الأمر في إسماعيل بن جعفر دون موسى، فلما مات محمد ظهر من أمر الله فيه، وأنه لم ينصبه إماما كما ظهر في إسماعيل مثل ذلك، فيفسر البداء بالإظهار، وهذا تقدم في حلقات البداء. بعضهم يؤول البداء على الإظهار، بدا لله يعني الله أظهر، مو أن الله كان يجهل عياذا بالله وعلم، لا لا، يقول لك الله أظهر، فنسبوا البداء والجهل إلى الناس، يعني الناس ما كانوا يعرفون، فالله بدا له يعني أظهر هذا العلم للناس. ماذا يقول الطوسي بعدها؟ لا أنه كان نص عليه ثم بدا له النص على غيره، فإن ذلك لا يجوز على الله تعالى العالم بالعواقب. يقول لك لا أنه كان نص عليه ثم بدله في النص على غيره، يعني يقول لك مستحيل أن الله نص ونصب إسماعيل ثم تغير الأمر. لكن لو رجعنا إلى الرواية، جعفر الصادق ماذا فعل في الرواية؟ قال: كما بدا لله في إسماعيل بعدما دل عليه أبو عبد الله ونصبه، بعدما دل عليه أبو عبد الله ونصبه. سؤال: إذا كان الله كما يقول الطوسي لم يعين ولم ينصب إسماعيل، فلماذا جعفر كان يدل عليه ونصبه؟ جعفر كان يفتري على الله؟ أجيبونا يا شيعة. إذا كان الله ما عين إسماعيل وما نصبه، جعفر كان يفتري على الله؟ كان يكذب على الله؟ ينصب إنسانا وهو ليس بإمام؟ فتشوفون بارك الله فيكم أن هذا الترقيع من أسخف ما يكون، لأنه خالف نص الرواية. الرواية تقول أن جعفر دل ونصب إسماعيل،
وهو يقول لك لا ما نصب ولا عين، وحمل الجهل في الرواية على الناس، لكن كما قلنا البدء في الحديث منسوب إلى الله تعالى. هذا يدل على أنه كان جاهل بقضية الإمامة. يعني خلوها قضية البدء خلوها على جنب، هل البداء بمعنى الجهل، وهل البداء لله ولا للناس، هذه خلوها على جنب. هل في هذا الكلام جواب عما ورد في الرواية أن جعفر الصادق دل الناس على إسماعيل ونصب إسماعيل؟ هل وجدتم في هذا الترقيع وفي هذا الكلام جوابا عن هذه الفقرة من الحديث؟ الجواب لا، ما تعرض لها. كل هذا اللف والدوران في قضية البداء، وهذا موضوع آخر. لكن كون جعفر كان يدل الناس على إسماعيل ونصب إسماعيل، لا جواب، لا ترقيع. حتى محقق الكتاب ما قبل كلام الطوسي، يقول هذا الخبر صريح في وفاة أبي جعفر محمد بن علي العسكري، ولأجله ذكره الشيخ، وإن كان ذيله، يعني آخر الرواية ذيل الرواية، وإن كان ذيله غير موافق لقواعد الإمامية والمتواترة من أخبارهم لاشتماله على بدائل لا يجوزونه. هذا اعتراف جميل وخطير من المحقق، يقول لك أن الرواية في الأخير لا يمكن أن نقبلها. لماذا؟ لاشتمالها على بدائل ممنوع في حق الله عز وجل. يعني ترقيع الطوسي ما يشتريه المحقق بفلس. لو كان ترقيع الطوسي مقبول يعني يقول لك الرواية ليس فيها إشكال وخلاص، البداء المقصود به كذا وكذا. لكن لما كان ترقيع الطوسي هزيل وضعيف وركيك قال لك لابد من رد هذه الرواية. وإن كان ذيله غير موافق لقواعد الإمامية والمتواترة من أخبارهم لاشتماله على بداء لا يجوزونه، لأن ما يجوزونه من إطلاق البداء هو ظهور أمر لله سبحانه لم يكن ظاهرا لغيره تعالى، وإن كان قبله أيضا في علمه تعالى واللوح المحفوظ. يقول والمستفاد من الأخبار المعتبرة الأخرى أن البداء في إسماعيل بن جعفر ومحمد بن علي كان لأجل ما كان ظاهرا لأكثر الناس من أن الإمامة ينتهي إليها، لا لأجل الدلالة والإشارة والنصب من جعفر الصادق لإسماعيل أو من علي العسكري على ابنه محمد. يقول فالخبر وأمثاله من جهة اشتماله على الدلالة والإشارة والنصب من أبيهما لهما مخالف لقواعد الإمامية والمعتبرة بل المتواترة من أخبارهم. الآن المحقق يعني الحمد لله أشار إلى هذا الموضوع، وهي قضية الدلالة والإشارة من جعفر الصادق ابن إسماعيل. يقول لك هذا أمر مخالف لقواعد الإمامية، مخالف لدين السبائية. فإيش الحل؟ ما هو الحل؟ قال فلا بد من طرحها من تلك الجهة أو تأويلها مع الإمكان. يعني يا نكذب الرواية وهذا غير ممكن مو كيفك، أو تأويلها مع الإمكان. وين هذا التأويل؟ ما ندري. يعني هو تأويل الطوسي ما قبله. أي هذا التأويل ممكن؟ لا يوجد أي تأويل ممكن، لا يوجد أي ترقيع يمكن أن يكون مقنعا، لا يوجد. جعفر أيها الشيعي فكر بعقلك، جعفر كان يدل الناس على إسماعيل ونصب إسماعيل. يا ترقيع، يا ترقيع. راح تقول كان يكذب، كان يتقي؟ ما يستطيع يتقي في هذا الموضوع، غير ممكن أن يتقي في هذا الموضوع، مستحيل. قال ثالثا تفسير الصدوق اخترمته قبلي، يعني مات وهلك، اخترمته قبلي المنية يعني ليعلم أنه ليس بإمام بعدي. يعني الله عز وجل أمات إسماعيل حتى يعني يرد على القائلين بإمامته. شوف ماذا قال محمد هذه معرفة. هل كان ذلك يحتاج إلى إهلاك إنسان؟ هل كان يمكن معرفة ذلك بنص صريح قاطع؟ يا سلام، يا سلام على هذا الكلام. يقول لك محمد هذه معرفة، كان بالإمكان جعفر الصادق يقول للناس يا ناس يا شيعة يا حمقى، الإمام إسماعيل، الإمام موسى، ونقطة أول سطر وينتهي الإشكال كله. لماذا جعفر انتهى حتى توفي إسماعيل؟ ولماذا احتيج أصلا إلى هلاك إسماعيل وموته ليعلم الناس أنه إمام؟ كان يمكن أن ينهي السالفة الإمام بكلمة واحدة، ويقول للناس يا ناس ترى الإمام بعدي موسى مو إسماعيل كما تظنون وخلاص. لماذا احتيج إلى هلاك إنسان؟ هذا مو كلامي أنا، كلام عالم شيعي. محمد هذه معرفة. هنا يقول أن هل كان يمكن معرفة ذلك بنص صريح قاطع؟ يعني هذا النص يغني عن موت إسماعيل. يعني لما كان جعفر الصادق محتاجا إلى موت إسماعيل لتتبين بطلان إمامته، دل ذلك على أنه ليس هناك نص صريح قاطع، وإلا لما احتاج جعفر الصادق إلى انتظار موت إسماعيل ليتبين للناس أنه إمام. هذا من يعني مفهوم كلام محمد هذه معرفة. قال أما المنحرفون في العزيمة فلا ينفعهم كما لم ينفعهم حتى الاخترام. وهذا أيضا وجيه جدا. يعني قضية موت إسماعيل هذا لن يرد الناس القائلين بإمامته، ما راح يتركون القول بإمامته.
لأن قال المنحرفون في العزيمة فلا ينفعهم كما لم ينفعهم حتى الاخترام، وهذا واقع. فالإسماعيلية لم يرجعوا لما مات إسماعيل، ما رجعوا عن قولهم، ما تركوا عقيدتهم، بل ثبتوا على قولهم وقالوا أن الإمام هو إسماعيل، وخرجوا من ذلك بتخريج سنقرأه بعد قليل على كتاب فرق الشيعة للحسن بن موسى اللوبختي من أعلام القرن الثالث الهجري، صفحة 114، في كلامه عن الإسماعيلية قال: وفرقة زعمت أن الإمام بعد جعفر ابن محمد ابنه إسماعيل ابن جعفر، فنسبوا إليه فقيل إسماعيلية. الآن كما تقدم إسماعيل مات في حياة جعفر الصادق، المفروض الآن خلاص تبين للناس أنه مو إمام لأنه مات وجعفر ما زال حي. ماذا فعل الإسماعيلية؟ أنكروا أصلا وفاته، يعني أصلا ما مات، وأنكرت موت إسماعيل في حياة أبيه، وقالوا كان ذلك على جهة التلبيس من أبيه على الناس لأنه خاف فغيبه عنهم. أتحدى أي سبئي يرد على الإسماعيلية في هذا الأمر، يلا أتحدى أي سبئي 12 يرد على الإسماعيلية. أنت يا سبئي تقول أن مهديك غاب في السرداب وأبوه الحسن العسكري أخفاه وغيبه لما خاف عليه، وظن الناس أنها غير موجود معدوم. نفس الأمر قاله الإسماعيلية، قالوا أن إسماعيل ما مات، وأن جعفر الصادق قال هذا الكلام تقية، يعني كان يكذب بعنوان التقية، وأخفاه وستره لأنه كان يخاف عليه. نفس المبدأ، نفس المنطق، ونفس الحجة. إن رددت على الإسماعيلية الزاعمين غيبة إسماعيل فقد نسفت قولك في غيبة مهديك. نفس المنطق ونفس المبدأ ونفس الحجة. الاثنى عشرية عندهم مهدي المسردب، الإسماعيلية عندهم إسماعيل المسردب، نفس السردبة، نفس عقيدة السرداب. وزعموا أن إسماعيل لا يموت حتى يملك الأرض، يقوم بأمر الله، وأنه هو القائم. لماذا قالوا هذا الكلام كله؟ لأن أباه أشار إليه بالإمامة بعده وقلدهم ذلك له، وأخبرهم أنه صاحبه، والإمام لا يقول إلا الحق. الإسماعيلية حجتهم أن جعفر الصادق إمام، يعترفون بإمامته، الإمام لا يقول إلا الحق. فلما أخبرهم بأن الإمام هو إسماعيل، ولما نصب ابنه إسماعيل، ولما دلهم على إمامة إسماعيل، دل ذلك على أنه إمام فعلا وواقعا. أما ما وقع بعد ذلك فقد كانت حيلة من جعفر الصادق لإخفاء ابنه إسماعيل بسبب الخوف عليه والتهديدات ونحو ذلك. فلما ظهر موته علمنا أنه قد صدق، وأنه القائم، وأنه لم يمت. أن هاتين الروايتين وإحداهما مفسرة للأخرى ومكملة لها تدل على أمور ومسائل تنسف عقيدة وخرافة تنصيب 12 إماما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها إما دالة هذه الروايات على جهل من؟ جعفر الصادق. إذا كان الأمر كذلك فروايات تعيين أسماء الأئمة إلى الوداع بلا رجعة دلت على جهل جعفر الصادق، أنه ما يعرف الأئمة من بعده. وإذا كانت هذه تدل على جهله فهذا ينسف إمامته وينسف عصمته. الاحتمال الثالث أنها دالة على جهل الشيعة عموما بأسماء أئمتهم، لأن الشيعة عموما في ذلك الزمان كما تقدم في المصادر كانوا يعتقدون بإمامة إسماعيل، فدلت على جهل الشيعة عموما بأسماء أئمتهم. فأين كانت هذه الروايات؟ كانت في السراديب تتناقل؟ أين كانت هذه الروايات إذا كان عموم الشيعة جهلة؟ وطبعا الروايات في هذا الباب وفي هذا المعنى متكاثرة، وإن ذكرنا تصحيحات علمائهم لها من باب سد وقطع الذريعة وسد الباب، يعني باب تضعيف، هذا غير ممكن وغير وارد في هذه السلسلة